بجد دي أحلى أكلة ممكن تعمليها، صينية فراخ مشوية وتحتها حلقات بطاطس غرقانة في صوص الفراخ. أكلة سهلة وسريعة وكمان طعمها مميز جدا. هتجهزيها في 10 دقايق بس وهتطلع بالجمال اللي انت شايفينه ده. يلا نشوف عملناها ازاي ونبدأ في المقادير على طول. أول حاجة معايا فرخة كده كبيرة متقطعة ومفتحاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا 4 حبات من الطماطم وبصلاية كبيرة وفلفل بارد وحار و2 مكعب من الثوم، ومعايا البهارات فلفل اسود وبهارات فراخ وشوية من ال7 بهارات وبابريكا وملح وكمون وكزبرة وشطة ومعلقتين من الخل وعصير ليمونة. وفي شفشق الخلاط حطيت الخضار والبهارات ونزلت عليهم بالخل والليمون ومعلقة كبيرة من دبس الرمان ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، ونزلت عليهم بشوية من المية وافرمهم بشكل كويس لحد ما يبقى معايا بالشكل اللي انت شايفينه ده. وكده التتبيلة كانت جاهزة معايا. هنزل بقى على الفراخ وهحاول اوزع التتبيلة على الفراخ بشكل كويس زي ما انت شايفين كده. بدخل التتبيلة في كل حتة في الفراخ علشان تتبل بشكل كويس. وطبعا سويت الفراخ واتأكدت ان التتبيلة مغطية قطع الفراخ كلها، ولازما تفضل في التتبيلة 3 أو 4 ساعات. أنا سبتها حوالي 3 ساعات وكانت معايا بصراحة حلوة جدا. في الوقت ده معايا صينية كده ونزلت بشوية من التتبيلة، وبعد كده نزلت بحلقات البطاطس ورصيتها بالشكل اللي انت شايفينه ده. بجد والله البطاطس دي حرفيا اتاكلت قبل الفراخ، يعني أول حاجة خلصت هي البطاطس. طعمها حلو جدا وغرقانة في صوص الفراخ، يعني لها طعم كده مميز. بجد لو ما عملتوش صينية الفراخ دي قبل كده يبقى فايتكم كتير. بجد حلوة جدا. وطبعا الفيديو موضح الخطوات. نزلت بقطع الفراخ على البطاطس ورصيتها بشكل كويس وغطيت قطع الفراخ بالتتبيلة زي ما انت شايفين كده. بعد كده سويتها في الفرن وطلعت بالجمال اللي انت شايفينه ده. بجد شكلها تحفة، حاجة كده تخطف القلب. انا عملت جنبها رز اصفر زي ما انت شايفين كده وقدمتها بالشكل اللي انت شايفينه ده. دي احلى اكلة ممكن تعمليها بطريقة سهلة وسريعة، والطعم بجد مفيش بعد كده. لو وصلت معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى نشوف البطس والفراخ عاملة ازاي. شايفين البطاطس غرقانة كده بالصوص ودايبة دوبان، وشايفين الفراخ قد ايه مستوية. بجد تحفة. جربوها بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم في كومنت. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم ونال رضاكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك يا احلى اخوات. ولو انت اول مرة تشوفيني طبعا يسعدني ويشرفني وجودك معاي.